في بيتها. ما صحة حديثي تحريم المعازف وتحريم حلق اللحية. تحريم المعازف حديث البخاري، حديث لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، وباتفاق الأئمة الأربعة وجماهير أصحابهم أن الموسيقى حرام قولا واحدا. الذي أحل الموسيقى المتساهلون في هذا الباب، ابن حزم وابن طاهر والجماعة اللي بيحبوا الموسيقى ويحبوا الأغاني الكلام ده، يجي ضعفوا حديث البخاري وتشبثوا بالأحاديث الباطلة والضعيفة والموضوعة اللي فيها إباحة الغناء. لكن الأئمة الأربعة بكاملهم وجماهير أصحابهم على تحريم الغناء. وبعدين يعني من الغرائب العجائب إن يجي واحد يقول لك طب ما الرسول عليه الصلاة والسلام كانت جاريتان تغنيان في بيته عليه الصلاة والسلام، وعمالين برضو يعملوا إضراب على الطبلة والكلام ده. فدخل أبو بكر فقال أمزمور الشيطان في بيت رسول الله؟ فقال دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيد وهذا عيدنا. أولا الجارية الصغيرة عند سائر أهل العلم، الجارية هي البنت الصغيرة عند سائر أهل العلم، دي حاجة. الحاجة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على أبي بكر أن يسميه مزمور الشيطان، أقره على التسمية أنه مزمور الشيطان نعم، ولكن قال إن أنكر عليه أن يعني تكف هاتان البنتان عن الغناء لأن ده بنت صغيرة. ولما بنقول الغناء الآن، الغناء يا جماعة 3 حاجات مش حاجة واحدة. يعني الجماعة اللي بيتشبثوا بحل الغناء يأخذون شيئا واحدا من ال3 اللي هو الكلام. يقول لك الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح. طالما بقول شعر مثلا شعر وطني، شعر حماسي، أخي جاوز الظالمون المدى فحق الجهاد وحق الفدا مثلا، أو مثلا دعاني لبيته لحد باب بيته، الكلام بتاع بيرم التونسي ده ولا مش عارف مين والكلام ده، لما نغنيه ولد الهدى فالكائنات ضياء وفوم الزمان تبسم وثناء والكلام ده، يقول لك هذا جائز. ليه؟ يقول لك ده مدح يا أخي الرسول، وكلام جميل وكلام حلو والكلام ده. هم بصوا لحاجة واحدة بس من الغناء. الغناء عبارة عن موسيقى وكلمات ومؤدي. المؤدي اللي هو المغني أو المغنية، الموسيقى المعروفة، الكلمات. احنا لما بنقول الغناء، أي واحد يقرأ سمعه كلمة الغناء لازم ينصرف ذهنه إلى ال3 دول، مش الكلام لوحده. وإلا نحن لا نحرم من ينشد الشعر الجميل الذي ليس فيه شركيات ولا الكلام ده بلا موسيقى، زي التواشيح الدينية اللي بيقولوا عليها التواشيح، بس مش في المساجد، لأن وجود التواشيح الدينية وقرآن الفجر والكلام ده هذا كله من البدع. القرآن اللي بيقرأ يوم الجمعة في المسجد هذا من البدع ده. لكن أنا عايز أقول واحد بيوشح بره الجامع خالص بيقول تواشيح، يعني التواشيح دي كلها عبارة عن إيه؟ عبارة عن أشعار يؤديها رجل حسن الصوت حسن الأداء، ده لا بأس بسماعه. الأناشيد واحد بينشد بكلام جميل ولا يصحبه مؤثرات الكمبيوتر، وأنا بقول أهو مؤثرات الكمبيوتر اللي موجودة في القنوات الفضائية، ومنها قناة الناس ومنها قناة الحكمة ومنها قناة الرحمة ومنها قناة صفا ومنها القنوات الدينية عموما، يعني بيجيبوا مع الأناشيد مؤثرات كمبيوتر. أنا أفتي بقول إن مؤثرات الكمبيوتر داخلة في الموسيقى. النهاردة الكمبيوتر بيكتب النوتة الموسيقية، واحد يقول لك دي همهمات يوم يحطها ورا بعضها كده تقوم تعمل إيه؟ همهمات خلف الكلام. لا، دي إنما تقع في ذهن المستمع كأنها موسيقى. عشان كده أنا بقول ليه إخواننا في قناة الناس وإخواننا في القنوات الأخرى الإسلامية يمنعوا مؤثرات الكمبيوتر دي اللي هي بتكون في بطن تحت ورا الكلمات. ليه؟ لأنها تشتبه الموسيقى. وكما أنا علمت كما قلت من التطور الرهيب في التقنيات العالمية، النهاردة الكمبيوتر بيكتب الموسيقى والكمبيوتر بيلحن وحاجات زي كده. فعشان بس نتقي الله سبحانه وتعالى ونمنع القصة كلها، نقوم إذا حبينا نعمل إنشاد أو حاجة زي كده يبقى نعمل صوت فقط،
ممكن أعمل له صدى صوت، لكن ما أحطش مؤثرات كمبيوتر تحت. أما يعني حلق اللحى فطبعا ثبتت فيها أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حوالي 6 أحاديث أو 7، وحكم العلماء فيها بحرمة حلقها.